الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أشرف الأنبياء والمرسلين. هدية لك أيها المحزون. يقول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الدنيا التي غرت الكثير، هذه الدنيا التي تغر ثم تضر ثم تترك وتمر، هذه الدنيا التي لا يطمئن لها إلا مخدوع. فقال الله عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال سبحانه وتعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ظاهر الدنيا زينة وذهب وحرير وأبناء وقصور ومتاع، ويغفلون عن باطنها التي هي الزوال والنتن والحساب والقبر والعرض يوم القيامة على الجبار سبحانه وتعالى. فمن زحزح عن النار أي أبعد عن النار فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأي فوز أعظم من أن ينجو الإنسان من نار بعيد قعرها شديد حرها طويل يومها. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في مسند الإمام أحمد: لو كتب لأحد أن يموت فرحا لمات أهل الجنة فرحا، ولو كتب لأحد أن يموت حسرة لمات أهل النار حسرة وكمدا، والعياذ بالله. هذه الدنيا التي لا يطمئن إليها إلا مغرور، إلا ناقص العقل والتفكير. لذلك ما صفت لأحد لا من الصالحين ولا من الصديقين ولا من الأنبياء. ومن قرأ سورة يوسف عليه السلام يدرك أن هذه الدنيا لا تساوي شيء، وكيف ابتلي فيها هذا النبي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر قال: يوسف هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. ابتلي ومكر به، وكل من اقترب من يوسف إلا وآذاه، ابتداء من إخوته الذين ألقوه في الجب، ثم مكرت به السيارة وهو عبد بل سيد من الأسياد فباعوه في شكل عبد، ثم اشتراه العزيز فمكرت به امرأة العزيز، ثم مكر به العزيز فألقوه في السجن 10 سنين. فلما صبر ولما توكل على الله سبحانه وتعالى والتجأ إليه، وهذا كله في سورة يوسف التي كما قال فيها العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى والإمام البغوي في تفسيرهما عن عطاء: سورة يوسف ما قرأها محزون إلا استروح إليها، وإلا استراح بما فيها من العبر ومن النصر والتمكين بعد الابتلاء. فيوسف عليه السلام لما ابتلاه الله سبحانه وتعالى وصبر، يعني أحوج جميع الدنيا إلى الطعام ليصبح يوسف عليه السلام عزيز مصر، وليرده إلى أباه ذلك الشيخ الكبير المحزون الذي كما جاء في الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب لبث في البلاء 40 سنة، ويعقوب عليه السلام في البلاء وفي الحزن وهو في ابتعاد. انظروا إلى الدنيا كما قال فيها: يعني دار متى ما أضحكت في يومها أبكت من غد، فقبح لها من داري، لأنها دار يعني حكم المنية على البرية جاري. ما هذه الدنيا بدار قرار، وإلا لما ابتلي فيها الأنبياء والصالحون، ولما بقي يعقوب عليه السلام كما قيل يعني 40 سنة في الابتلاء، وهو يبكي ويسجد ويدعو في جوف الليل ويقول: يا رب ألا ترحمني، ألا تعفو عني، ألا ترد لي يوسف، ألا ترحم ضعفي وقلة حيلتي وشيبتي. فأوحى الله إليه: والله يا يعقوب لو كان يوسف ميتا لأحييته لك. هذا بعض الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. فهذه الدنيا لا تساوي شيء ولا تساوي جناح بعوضة، لذلك لم يطمئن إليها يعني لا الصديقين ولا الشهداء ولا الأنبياء.